السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا البنات كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم خبيزات. بزاف البنات كيقولوا لي كيفاش كتعجني الخبز ديالك بلا ما كدلكي. انا اليوم غنشارك معكم البنات. هنا عندي البنات القمح النخاله، قمح النخاله ديالو، وعندي الدقيق الابيض كما كتشوفوا. ما بغيتوش ديروا نتوما الدقيق الابيض كديروا الشعير ولا كديروا الذره. المهم قمح النخاله ضروري يكون حاضر معكم. انا عندي جوج ساشيات ديال الخميره الفوريه كما كتشوفوا. كنديروا الملحه على القياس ديالنا على حساب الذوق. اللي بغى يدير معلقه ديال السكر او معلقه ديال العسل يديرها، ماشي مشكل. انا هنا ما درتهاش، وانتم على حسب اللي بغيتو ديروها ما كاينش مشكل. ما عندكمش شي حد مريض بالسكر ما ديروه معلقه، راه كيجي الخبز محمر. صافي كنعجن هنا بالماء سخون، يكون سخون شويه مزيان باش ما العجينه تخمر لينا دغيا، حيت الحال بارد. صافي وكنخلط العجينه، غير كندخل الماء في العجينه صافي صافي نخليها، ما كندلكها، ما كنرخفها، ما كنقرب ليها. هانتوما شوفوا البنات، بزاف ديال الاخوات كنقول لهم انا العجينه راه ما كندلكهاش، كيقول لك كيفاش ما كدلكياش وكتجي مزيانه؟ راه ما كندلكش العجينه. هذه العجينه ديالتي انا راه في البطبوط، راه في الملوي، راه في كلشي، راه ما تنعجن، ما كندلكش العجينه. هانتوما البنات هنا صافي انا خلطتها، ما دلكتها ما رخفتها. صافي كنجمع العجينه، صافي كندير واحد الرشيشه ديال الماء هكا من الفوق، كندخلها فيها بحال هكا، وغندهنها واحد شويه ديال الزيت غير من الفوق، وندير واحد البلاستيك ونغطيه بزيف من الفوق. داك الزيت كراسي كنقرصوا فيه الخبز. صافي ونخليها تضاعف الحجم ديالها وتخمر مزيان. قد ما خليتوها كتخمر في القصريه راه كتجيكم مزيان، حتى كتخمر مزيان. عاد ديك الساعه غندوزو نشكلوها صافي بحال هكا ونخليوها. العجينه ما تخليوش غير قاصحه راه تجيكم مزيانه. هانتوما البنات كما كيف تشوفوا هنايا انتو خمرات تبارك الله، شوفوا ما شاء الله. انا راه خمرات. هذيك البلاستيكه اللي كنت مغطيه بها هانتوما شوفوا، ملي كدهنوا داك شويه ديال الزيت راه ما البلاستيكه ما كتلصقش فيها العجينه. ما شاء الله شوفوا تبارك الله. بحال هكا خصها العجينه هكا، لا في البطبوط لا في الخبز، ديما ديروا هذه الطريقه. هذه هي الطريقه ديال الا بغيتو يجيكم خاوي من الداخل وبحال البونج بحال هكا ديروا العجينه. بلا ما تبقاو تدلكوا، ما بقات صحه للدليك والو، وتكون العجانه كتبغي ديرها هكا صافي وتديرها وتخليها العجانه عاوتاني خصك تجبديها وديرها الطحين وغسليها، فيها شويه ديال الخدمه. ماشي بحال هنايا كتشبع العجينه. انا بعدا كتجيني العجينه اسهل حاجه هي العجينه، تجيني ساهله. هنا البنات كيف كتشوفوا باش كنقرص هاد الخبيزات كناخذ هاد الحمراء، هذه نخاله ديال القمح ولا ديال الفرينه اللي كانت عندكم. هذه نخاله غناخذها وغندير فيها الزيت كيف ما كتشوفوا. غندير فيها شويه ديال الزيت وغنلبس هذيك النخاله بالزيت، غنلبسها بالزيت مزيان، غنلبسها بالزيت. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا. صافي هنا البنات كنلبس هذيك النخاله مزيان مزيان في ديك الزويته. هاد الطريقه البنات علاش كنديروا لها بحال هكا؟ باش ديك النخاله كتلصق لينا في الخبز وكيجي الخبز حمر، يجي محمر. بحال هاد الطريقه البنات راه كيديروها حتى صحاب المخابز، كيديروا بهاد الطريقه، كيديروا النخاله فيها الزيت. وطريقه اخرى كيديروا كيخشيو دوك الكريسات في الماء وكيديروهم في النخاله ولا في البلبوله ولا في السميده، ولا كيرشوا عليهم من الفورص من الفوق. المهم غنشارك معكم ان شاء الله، كل مره غنشارك معكم هادشي ديال الخبيزات الشكل ديالهم ديال الزيتون وديال كلشي راه كيجيو زوينين ان شاء الله. تعم الفائده على كلشي ان شاء الله. هنا البنات كما كتشوفوا كناخذ دوك الكريسات الصغار هادو، غنديرهم غير كريسات صغار، ندير 6 الكريسات نديرهم في الفران هكا للفطور. وغندير 5 كبار، ندير 6 صغار وندير 5 كبار. هانتوما البنات كيف كتشوفوا. صافي غنجمع دوك الكريسات. عندي هنا واحد اللاطه دهنتها بشويه ديال الزيت صافي، وغنحط فيها هاد الكريسات. الطريقه راه زوينه البنات. بالنسبه لهاد النخاله راه يمكن لكم تحمروها، ديروها في شي مقيله وتحمروها وطحنوها في ديك ديال العطريه
ديروها في واحد القريعه وتبقاو ديروها في هكا في شي ياغورت ولا في شي حاجه هكا باش مزيانه المصارن اللي كيديروا المصارن. صافي البنات، هانتوما شفتوا قرصتهم، شوفوا كيفاش جاو. كناخذ واحد المقص ولا موسماضي وكدوزوا ليه بحال هكا نيه، كتفلحوهم شويه. راه ما قرصتهم ما حتى حاجه، خليتهم هكاك نيه وصافي وفلحتهم وخليتهم تخمروا. غنديرهم في الفران هكا الفوق ونسد الفران ونخليهم حتى يخمروا. عاد غنشعل الفران ونطيبهم. هانتوما اختي جربوهم بهذه الطريقه البنات، ساهله ساهله، ما تبقاوش توحلوا في العجينه. صافي عجنوها، رونوا العجينه وغطيوها صافي، ولولوا بالعجينه وطيبوها. وهاد الثومه عندكم خبيز ديال الدار، عارفيناش فيه حسن ما تبقاو تشريو في الخبز من الحانوت. هانتوما شفتوا كيفاش هكا كندير ديك النخاله اللي فيها الزيت وكنقرص بها الخبز. طريقه سهله كلشي يعجن. هانتوما اختي ما تبخلوش علينا بواحد اللايك واشتراك وكومونتير وبارطاج باش تعمل فائده. فضلا ليس امرنا البنات. هانتوما اختي خبيزات ديال النخاله. هاد الطريقه البنات يمكن لكم ديروها بالقمح بوحدو، ما ديروا معاه لا فورص لا والو، راه كيجي زوين. غير الخبز ديال القمح ما ترقوهش بزاف. صافي البنات، انا كرست الخبيزات هنا غنغطيهم بهذا المنديل ديال الخبز. غنغطيهم حتى كيخمروا، نزيد عليهم واحد المنديل هكا سخون ونغطيهم حتى كيخمروا. بعد ديك الساعه نشعل الفران ونطيب دوك الخبيزات. هذوك الزيوفه عندي انا ديال الخبز كنطلعهم من السطح وكنسوسهم حيت كتكون لاصقه فيهم ديك النخاله. وصافي وكنطيب دوك الخبيزات. هنا راه كيف ما كنوريكم، هنا راه شعلت الفران، انا كنطيب في الخبز. رميت ديك اللاطه درتها الفوق. الخبيزات نتوما كتشوفوا دوك الصغيورين كيفاش كيبانوا ليكم. ورميت هكا من الفوق حتى كيشدوا ريوسهم وكنهبطهم لتحت. المهم الخبز راه كلشي عارف الطريقه ديال الطياب ديال الخبز. نتوما ملي تهبطوا الخبز لتحت تحاولوا تنقصوا البوطه باش ما يتشوطش ليكم الخبز. انا راه طيبت الخبز تبارك الله، جا محمر وجا خفيف. والله الا جا خفيف البنات. داك الخبيزات كالريشه وكالبونج، الله كالبونج البنات. واعرين يا البنات، جربوهم غتولي الطريقه معتمده عندكم. ما تحتاجوا لا عجانه ولا دلك ما دلك. صافي خلطوا العجينه وطيبوا الخبز. ها نتوما البنات شوف كيفاش جا. هذوك الخبيزات الصغيورين ان شاء الله غنشارك معكم الخبيزات ديال الزيتون، كيجيو خطيرين، كنديرهم بالزيتون كيجيو واعرين. نشاركهم معكم البنات ان شاء الله. صافي هذا هو الفيديو ديالنا، وهذا شاركت معكم الخبز. الى عجبكم البنات الفيديو ديروا واحد اللايك واشتراك كومونتير فضلا ليس امرا. كنقولها لكم عاوتاني ما تنساوش ديروا واحد اللايك. البنات كيتفرجوا في الفيديو كينساو يديروا اللايك. يلا بسلامه عليكم، تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.